مستمعي راديو ألفينات، أهلا وسهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. راديو ألفينات بيجمعنا دايما بحبايبنا، وبنتلاقى بيكم النهاردة في موسم إذاعي جديد من برنامجكم المفضل سبوتات رمضانية. ويا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم طول الشهر. أهلا وسهلا بيكم مستمعي راديو ألفينات في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتات رمضانية. العلاقات بعقول مشوشة، العلاقات اللي بالعقول المشوشة وهي عكس اللي المفروض يحصل. إن قيام العلاقات الإنسانية بين البشر بيكون على أساس عقول حامليها، بمعنى إن عقلك ومدى رجحته بيتحكم في تأسيس العلاقة بينك وبين اللي موجودين في حياتك، من أخ أو أخت أو أصحاب أو أهل أو أحباب أو حتى أولاد. بيجي هنا قصور العقول وبينتج عنه توتر في العلاقة، وده بيعمل بعد في التفاهم والتسامح، وأحيانا كمان بيخلق نوع من الحقد والكراهية بين الناس أو بين الطرفين. تشويش العقول ده بينمي الأنا في التعامل، وبيخلي علاقتنا سقيمة ما بين الناس، وبنفقد وقتها الحب والتسامح. حكت لي صديقة عن مواقف كتير مرت بيها، إنها كانت بتودي كل اللي حولها، وكانت بتضحي بحاجات كتير عشان خاطرهم، وبتنكر ذاتها، لكنها والسبب ملوش أي قيمة نتيجة تفكير محدود اتوترت علاقتها بإخواتها، لأنهم ما بقوش يفرقوا ما بين الأشياء اللي بتحصل بدون قصد والأشياء اللي بتحصل بقصد. أخدوا كل حاجة على محمل الجد بدون ما يكلفوا نفسهم عناء التروي والتفكير في كل شيء بيحصل، وحملوها وقتها مسؤولية عدم التوجيه لتلافي الأفعال دي، واللي من وجهة نظرهم المحدودة إنها جريمة يعاقب عليها القانون. ودي في الآخر بنسميها العلاقات السامة. العلاقات السامة ده هو يمكن مصطلح بقينا نسمعه كتير في الفترة الأخيرة، لكن هو فعلا انتشر بشكل مرعب. العلاقات دي بينشأ عليها روبرت فايرستون أستاذ علم النفس الرابطة الخيالية، لوصف وهم التواصل الناشئ بين شخصين، واللي بيساعد على التخفيف من مخاوفهم الفردية خلال تشكيل إحساس زائف بالارتباط. النوع ده من الارتباط بيتحول لحالة مسممة فيما بعد، لأنه بيستبدل الشعور بالحب والدعم بالرغبة في دمج وسهر الهويات وفقدان الشعور بالاستقلال. وهنا بتيجي نقط مهمة جدا، ومنها مثلا السخرية والاستهانة والحط من شأن الطرف الآخر. النمط ده هنا بيتعمد أحد الأطراف السخرية باستمرار من الطرف الآخر والتقليل منه ومن آرائه وأفكاره، وإنه بيقلل كمان من قدرته وبيحرجه أمام الآخرين. وإن طلبت منه إنه يتوقف عن فعل الأشياء دي، في الغالب هيقولك أنا بضحك، وهيتهمك أنت اللي ما بتملكش حس الدعابة لو استمرت في كده. ومن النقط المهمة جدا في الموضوع ده سرعة الغضب والانفعال وردود الأفعال الغير متوقعة. بعض الأشخاص ما نقدرش نتنبأ إن إيه اللي ممكن يشعل غضبهم. بتشعر معاهم إنك بتمشي فوق قشر البيض، بمعنى لا يمكن أبدا إنك تكون على طبيعتك معاهم، وأي حاجة بتقولها أو بتعملها محاطة برقابة صارمة. خوف إنه يغضب الطرف الآخر ده ويخليك تتجنب التعبير عن مشاعرك وأفكارك، خوف من غضبه وانفعاله، وإذا وجهت له اللوم على انفعالاته دي فغالبا هيتهمك بإنك السبب في غضبه وانفعاله. ونادر جدا لو ظهر وشه الحقيقي العصبي وسريع الانفعال للعالم الخارجي، لأنه غالبا ما بيظهرش الشخص ده قدام الآخرين إلا بالمظهر اللطيف والخلوق اللي بيحبه الناس كلها. هنا هتيجي دور المبالغة في ردود الأفعال أو اللوم المعاكس، وبس شعور الذنب دايما جواك. الشخص ده بيقدر يعمل سيطرة على قرارات الطرف الآخر من خلال إنه هو بيحسسه بالذنب والتأثير. بيلعب الشخص ده تصيد الأخطاء. كلنا بنخطأ لكن اللي بيسمم العلاقة إن الطرف الآخر بيتصيد أخطاء الطرف المقابل ليه، وبيستغلها دايما عشان يحسسه بالذنب ويحسسه إن دايما مخطئ في حقه. للأسف الأشخاص دي معظمهم ما بيتغيرش أبدا. العلاقة دايما بتكون ما بين شد وجذب وتوتر، وفي الآخر بنسميها علاقات سامة
لأن هي بتسمم حياتنا كلها بكل الأفعال. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة أعزائي المستمعين، ويا رب أكون دايما معاكم في موضوعات جديدة وسبوتات رمضانية جديدة، ومنتظرة آرائكم وتعليقاتكم اللي تحبوا نعمل عليها سبوت بشكل واضح. كانت معاكم رشا طاحون، تحياتي.